السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء طلاب الصف الرابع الابتدائي. أهلا بيكم يا أبطالنا. خلاص خلصنا العيد، أجازة سعيدة يا رب. أتمنى إنه يكون عيد سعيد على الجميع وكله يكون قضاه عيد كويس ليه إن شاء الله، ولكن خلاص الحمد لله العيد خلص. يلا بينا بقى نرجع تاني علشان عندنا مهمة كبيرة جدا وهو امتحان الشهر. امتحان الشهر يا شباب إن شاء الله هيكون عليه 10 درجات. أول حاجة عايزين نعرفها إيه مواصفات شكل الامتحان بتاعنا إن شاء الله. مواصفات الامتحان بتاع سنه رابعه ان شاء الله هيكون عباره عن سؤالين. السؤال الاول هيكون 3 اسئله اختار. تشوز ذا كوريكت انسر، 3 اسئله اختار. السؤال الثاني هيبقى فولوينج ذا جاب، املأ الفراغات. يعني ايه املأ الفراغات؟ هتجيلك فقره كبيره وفوق منها في كلمات من فوق، احنا هناخد الكلمات دي نحطها في الفراغات دي، ودول هيكونوا 7 نقاط. ده الشكل المبدئي بتاع الامتحان الشهري. طب هو ممكن يتعدل يا مستر؟ ممكن يتعدل، ممكن يحط فيه 2 صح على الخطا، ممكن يحط فيه بانكتويشن وده اللي ممكن يعدله، ينقص من ال7 اسئله دول ويحط حاجه من دول، ولكن الشكل الرسمي اللي منزله الوزاره هو اللي انا بشرحه لك حالا ده. طيب انا هحل ال10 اسئله دول ازاي؟ ال10 اسئله دول يا سيدي هيجوا على 3 يونتس، على ال3 وحدات. في بعض المدارس هتجيب على الوحدتين 2 بس، وفي مدارس هتجيب على ال3 وحدات، فاحنا هنراجع على ال3 وحدات كلهم. طيب هنراجع ازاي؟ بص يا سيدي، عشان نحل ال10 اسئله دول ايا كان بقى هم كانوا جرامر او كلمات، فاحنا هنراجع كالتالي. المراجعه بتاعتنا هتتقسم لاكتر من جزء. الجزء الاولاني هيكون متخصص بالريدنج، هنراجع دروس القراءه. احنا عندنا 3 وحدات، احنا هنراجع 12 درس قراءه، بس طبعا مش هنراجعهم يعني هنقراهم كلهم، لا احنا هناخد فيهم البوينت المهمه، هنقرا النقط المهمه جدا اللي في ال 12 درس قراءه دول، عشان لما هم دول اللي هيجي لنا منهم الاسئله الاختياري او املأ الفراغ. فده هيكون الجزء الاول للمراجعه ان شاء الله. تاني حاجه هنراجع الجرامر ده اللي هم بتوع ال3 وحدات، يعني 3 دروس جرامر هشرحهم لك بالتفصيل، بحيث ان برضه لو جالك عليهم من الاسئله بتاعت الثلاث اسئله الاختياري او ال7 دول تكون اخدهم. ده الجزء الثاني من المراجعه. الجزء الثالث من المراجعه هيكونوا ال3 حاجات دول مع بعض. هنحل مراجعه شامله من كتاب جيم والمعاصر على الوحده الاولى والثانيه والثالثه او السابعه والثامنه والتاسعه، وبعدين هنحل عليهم نماذج استرشاديه على الشكل اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو قدام حضرتك ده. ثم الجزء اللي بعد كده هنحل التقييمات بتاعتك كلها من الاسبوع الاول للاسبوع السابع اللي هم ال3 وحدات برضو كاملين. والجزء الاخير هيكون نماذج استباهيه، دي انا مش هحلها، انا هنزلها لحضرتك وهنزل لك معاها نموذج الاجابه، وهنزلها لك تحت الفيديو PDF بتاعها، تفتح الPDF تنزله او تبعت لنا على الواتساب نبعت لك الPDF تحل انت ومعاك نماذج الاجابه. لو عندك اي استفسار او اي حاجه تقدر تكلمني في الحصه او في التليفون او على الواتساب زي ما تحب، مفيش مشكله. طيب انا ليه قسمت المراجعه كده اجزاء؟ لو انا عندي طالب مراجع الجزء الاول بتاع الريدنج يقدم الفيديو، طب انا عندي طالب مذاكر الجرامر يقدم الفيديو، طالب عايز يبدا بالحل دول يجيب الجزء رقم 3، عاوز يجيب التقييمات الجزء رقم 4، عاوز يبدا يحل لوحده الجزء رقم 5. يبقى انت كده عرفت اجزاء الفيديو بتاعتك متقسمه ازاي. يلا بقى انا دلوقتي هبدا مع اول جزء عندنا اللي هو بتاع الريدنج اللي هنتكلم فيه على اهم النقاط. طيب بص يا سيدي، يونت 1 عندنا اسمه This is where I live. This is where I live. ده اسم اليونت. اليونت ده بيكون فيه 4 دروس. اول درس قراءه عندنا مهم هيكون اسمه My Environment. يعني ايه My Environment؟ My Environment يعني البيئه. طيب بيتكلم فيه عن البيئه، تعالى يا سيدي نفتكر مع بعض. هنا هو كان بيتكلم في البيئه على كلمه اسمها سيتي وكلمه اسمها فاليج. الكلمتين دول مهمين جدا، ليه؟ لان هو بيكلمك على ديفرنس، الاختلاف بتوين ما بين السيتي اللي هي المدينه وفاليج اللي هي القريه. حتى بص هنا بيقول لك سيتي از بيج بليس، دايما بتكون المدينه بيج بليس بيكون فيها ميني بيبلز، كارز، تول بيلدينج، بيكون فيها مباني طويله. طب لو قال لي تول فاليج، انا اسف تول تريز، لو قال لي اشجار طويله ساعتها بتكون الفاليج. الفاليج سمول بليس، السيتي بيج بليس. الفاليج فيها فيو بيبول، ناس قليله، السيتي فيها ميني بيبول. اي حاجه دايما بيكون فيها زحمه تلوث هتكون مدينه، اي حاجه هتكون رايقه فاضيه هتكون القريه. خلاص كده، وبيكون فيها ميني فارمرز يعني مزارع كتير. خلاص كده. طيب وطبعا دي اويسيس اللي هي الواحه دي بيكون مكان اخضر بيكون فيه ميه في الصحراء، يعني هي صحراء عاديه جدا بس بيكون فيها منبع للميه، تكون مكان في الصحراء اسمها اويسيس. حلو، تعال نقرا الجمل دي بسرعه كده. ذا نايل ريفر فولوز ثرو ايجيبت، يعني نهر النيل بيمر خلال مصر. الفاليج هو لسه قايلينها حالا. طيب التول بيلدينج ده بيكون فين؟ بتكون في السيتي. تمام. ايه بقى الانفايرمنت دي؟ كلمه انفايرمنت يعني البيئه. البيئه دي everything around us، اي حاجه حوالين منك، من زي ميه بقى، ارض، حيوانات، دي اسمها environment. يبقى انا اخلي بالي من سيتي وفاليج واويسيس
وكلمه environment. في مشكله في الكلام ده كده يا سيدي؟ بس مش هتخليك اكتر من كده. ده كده الدرس الاولاني. طيب تعال نشوف الدرس الثاني كان اسمه ايه. الدرس الثاني اسمه visit to the village. اسف بس قبل ما اشرح الدرس الثاني، يبقى انا كده بس عشان ابقى وضحت الصوره لحضرتك مره كمان تاني. اللي هم ال10 اسئله اللي هيجوا لك، اللي هو اكمل الفقره او الاختيارات، ال3 اسئله الاختيارات او ال7 اسئله بتوع اكمل الفقره. اللي انا عامل لك عليه بالاحمر ده هي دي الكلمات اللي هيجي عليها الاسئله. يعني هيجيب لك مثلا في الامتحان نقط جرين بليس ويز ووتر ان ديزرت، ساعتها هتقول له الاجابه اويسز. وهكذا بقى، يعني حاجه من هذه الافكار. عشان كده انا محتاج تراجع الكلمات اللي بالاحمر دي كويس جدا وتكون عارفها. تمام كده يا سيدي؟ طيب يلا بقى نرجع تاني ونشوف الدرس الثاني اللي هو بتاع الوحده الاولى، وهيكون اسمه فيزيت تو ذا فاليج. فيزيت تو ذا فاليج يعني زياره للقريه. تعال نشوف بقى الدرس ده النقط المهمه فيه. وده بقى هو يا سيدي الدرس الثاني فيزيت تو ذا فاليج. ايه النقط المهمه اللي عندنا في الدرس ده؟ عندنا كلمه اسمها فورست. فورست يعني غابه. يقول لك with many tree and birds. ايه ده؟ يبقى فورست كانت شبه مين؟ ركز. وعندي هنا احمد smelled colorful. احمد smell اللي هو يعني شم، colorful flowers ريحه الورد، besides the base. خلي بالك عشان الكلمه دي بننساها جدا، معناها طريق، يبقى هو شم الورد بجانب الطريق. خلي بالك من كلمه توك فوتو ياخذ صور. كلمه توك ده الماضي من فعل اسمه تيك، ده المضارع ياخذ صور، يبقى الصور بتيجي مع كلمه تيك. طيب لما بنروح الماركت بنشتري منه فريش فروت، وخلي بالك ان كلمه بود دي المضارع هي جايه من المضارع بتاع كلمه باي، فبنشتري دايما من الماركت اي حاجه بقى، فريش فروت، فيجيتابلز، اي حاجه. حلو جدا. طيب لما يقول لك enjoy ذا كوايت ستريت يعني بستمتع في شارع هادي، فاكر الاستمتاع في الشارع ده اللي هو عباره عن يكون فين؟ هيكون في السيتي ولا في الفاليج؟ برافو عليك، هيكون في الفاليج عشان يكون مكان هادي. في الفاليج كمان نقدر نعمل listen to the bird singing، نستمع ان الطيور بتغني عشان المكان هادي. وده طبعا اهم سؤال عندنا اللي هو برضه بيدعم بتاع الدرس الاولاني. يقول لك how is the village different from life in the city؟ يعني ازاي الحياه مختلفه بين الفاليج القريه وبين السيتي المدينه اللي احنا بقى لسه قايلينه بكل اشكاله ده. طيب ده الدرس الثاني. الدرس الثالث عندنا بقى اسمه a day at the river bank. a day at the river bank يعني يوم بجانب النهر. طيب تعال نشوف الدرس ده هنا بقى بيقول ايه النقط المهمه اللي فيه. ويلا بقى مع الدرس الثالث اهو يا سيدي. بيقول لك they took small boat on the river. خلي بالك هم اخدوا توك ده الماضي من فعل تيك، خلاص ده المضارع وده اللي فوق ده الماضي. خدوا قارب اون ذا ريفر، حرف الجر هنا اون ذا ريفر. ممكن يجي لي ده. طيب ممكن يجي لي هي walked نقط نايت، اسمها ات نايت. ات حرف الجر، نايت بيجي مع حرف الجر ات، يبقى اون بتيجي مع ذا نايل وات بتيجي مع ذا نايل. طيب بص الثالثه دي بقى they walked along. along بص حرف الاي لازق في ال او ان جي along، مشي بطول النهر، اسمها walk along. ما تنساش دي مهمه قوي بتيجي كتير قوي. walk along كانوا بيمشوا يستمتعوا بالفيو، بالمنظر الجميل اللي هناك. طيب الفيشر مان طبعا كاتشنج فيش، يبقى الصيادين هم اللي كاتشنج فيش بيصطادوا السمك. الفلاحين بقى بلانت يعني بيزرعوا كروبس المحاصيل. ايه بقى المحاصيل؟ خضروات، فواكه، الكلام ده. طيب دي مهمه قوي قوي. they were tall palm trees. tall palm trees اللي هي اشجار النخيل الطويله، دايما بننساها. tall palm trees حلو جدا. واخر حاجه عندي برضو مهمه، كلمه اسمها at the end of the day في نهايه اليوم. at the end of the day خليك فاكر الترتيب بتاعت حروف الجر دي. at the end of the day. وده كده الدرس الثالث. الدرس الرابع اللي عندنا اسمه trip to the mountains يعني رحله الى الجبال. ويلا بينا نشوف النقاط المهمه في الدرس برضو. ايه بقى مهمه عندنا هنا؟ مهمه عندنا هنا انا خلي بالي ان كلمه trip يعني رحله. خلي بالك ان في حاجه اسمها كلير ووتر اللي هي المياه النقيه. فاكر كلمه اويسز؟ اويسز ديت اللي هي كانت، برافو عليك، اللي هي كانت واحه اللي كان بيكون فيها ووتر ان ذا ديزرت في الصحراء. بيقول لك ان هي بتكون مكان هادي اهو وبيسفول يعني رائعه. طيب فاكر كلمه فيو؟ خدناها في الدرس اللي فات، فيو اللي هي كانت المنظر الطبيعي، برافو عليك. كلمه اون ذات داي، كلمه اون ذات داي معناها في ذلك اليوم، اسمها اون ذات داي. خلي بالك على بعضها كده اهو. طيب كلمه بيج ستريم، ستريم دوت اللي هو اسمه الجدال ده اللي بيجي دايما مع الروكس بين الصخور، يبقى مش الستريم ده، الستريم ده بيكون ما بين الروكس. حلو جدا. طيب هنا ووكد اون سمول باس. فاكر باسس دي لسه واخدينها برضو في الدرس اللي فات، اللي هي عباره عن الممرات. ما تنساش الكلمه دي، كلمه مهمه جت مرتين اهو. طيب تيك فوتو، برافو عليك، لسه واخدينها في الدرس اللي فات بس كانت جايه توك فوتو. طيب فاكر بيردز والسنجنج؟ كان لسه برضو واخدينها، وكنا بنقول ايه؟ ان البيردز والسنجنج كانوا بيغنوا فين؟ في المدينه ولا في القريه؟
برافو عليك، في القريه اللي هي اسمها، تمام، اسمها فاليج. بص باصص تاني اهو للمره برضو مرات تاني اهي. طيب we were far from، كلمه far from يعني بعيد، خليك فاكر ان حرف الجر far from على بعضها معناها بعيد. we we ate الماضي من فعل كلمه eat. we ate delicious fruit، كان اكل لذيذ جدا اللي ماما baked بمعنى عدتهولي، ده فعل بمعنى يعد او يجهز، خليك فاكره baked. طيب كده يبقى انا خلصت الوحده الاولى كلها اللي هي البيئه، الدرس الاولاني، والثاني اللي هو فيزيت تو ذا فالي، زياره للقريه، والدرس الثالث اللي هو ادي ات ذا ريفر بانك، والدرس الرابع تريب ذا ماونتين. معالي حضرتك كل اللي مطلوب منك انك لما تسمع الفيديو ده كده هتخلي بس مخك يراجع النقط المهمه اللي انا قلت لك عليها، عشان النقط المهمه دي هي اللي هتيجي في الاسئله اللي قلنا عليها. طيب يلا بينا بقى ننتقل على الوحده الثانيه. الوحده الثانيه اللي هي بعنوان اور وورلد. اور وورلد يعني عالمنا. طيب الوحده دي هتتكلم عن ايه؟ الوحده دي هتتكلم عن ان احنا العالم بتاعنا لازم نحافظ عليه ونحافظ على المواد الخام اللي عندنا. طيب تعال نشوف هنا بيقول لنا ايه. اول درس اسمه A Guide to Protect A Guide to Protecting Our Planet، يعني بيرشدنا ازاي نقدر نحمي الكوكب بتاعنا. طيب يلا نبدا مع بعض. والدرس الاولاني هنا بقى بتاع الوحده الثانيه بيتكلم على قاعده اسمها قاعده 3 ار اس. ايه؟ زي ما سمعت كده اسمها قاعده 3 ار اس. 3 ار اس يعني ريديوس، ريسايكل، ريوز. طيب هو عاوز يعلمك يعني ايه ريسايكل ويعني ايه ريديوس ويعني ايه ريوز. طيب تعال نشوف الثلاث كلمات دول عايزين يقولوا لنا ايه. هو عاوز يقول لك ان احنا عندنا حاجه اسمها في كوكب اللي هو بلانيت، وخلي بالك ان بلانيت لما بنحط حرف الاي كوكب بنشيل الاي بتيجي بمعنى يزرع او نباتات، خلي بالك من دي عشان دي مهمه جدا. طيب تعال نرجع تاني بقى. فكره الكوكب دي ان هو عاوز يعلمنا ازاي نعمل في الكوكب الثلاث حاجات دول. يبقى نرجع تاني بقى. يبقى هو كان بيقول ايه؟ هو عاوز يقول ان الكوكب ده بيكون مكان احنا بنعيش فيه، يبقى وير وي ليف، احنا بنعيش فيه. المفروض ان احنا نخليه بقى كلين وسيف، يعني نخليه نضيف وامن. هنخليه كلين يعني هنخليه امن ونضيف ازاي؟ عن طريق الثلاث حاجات دول بقى. اول حاجه اللي هي مين يا عم؟ ريديوس، اللي هو يقلل، دي قاعده 3 ار اس ما تنساش. طيب يقلل ده بيقول لك ان ايه بقى؟ ان احنا يوزنج ليس اوف سامثينج، نستخدم حاجات اقل، يعني نقلل استخدام الووتر، الميه، الكهرباء. افويد، خلي بالك من فيرشن جميل قوي اسمه يتجنب، افويد، يبقى ده يقلل احنا نقلل استخدام الحاجات زي الميه والكهرباء. طيب تاني حاجه من القاعده ري يوز، يعيد الاستخدام، ان احنا نستخدم الحاجات مره ثانيه. using something again instead of throwing it away، يعني نستخدم الحاجات مره ثانيه بدل من ان احنا نرميهم. الفعل التالت بقى اسمه ريسايكل. turning old materials، ان احنا يعني ايه turning؟ تحويل old materials، المواد الحاجات القديمه لحاجات جديده، يعني اي حاجه معانا قديمه ما نرميهاش، نستخدمها زي البيبر، الورق، البلاستيك، الميتال، المعدن، وهكذا. طبعا وده فعل مهم جدا ابلاي، ان هو بيقول لك use something you know it's in a situation، يعني نطبق الحاجات في مواقف احنا عملناها قبل كده. يبقى الفكره بتاعت الدرس الاولاني يا عم ازاي يعني ايه كوكب، والكوكب ده بنعمل فيه 3 افعال. شكرا على كده، ده كده الدرس الثاني. طيب تعال نشوف الدرس الثاني بتاعنا بقى. يبقى ده كده كان الدرس الاول في الوحده الثانيه، ده الدرس الثاني في الوحده الثانيه اسمه جو جرين. طيب تعال نشوف ايه بقى قصه جو جرين ده. جو جرين ده معناه الحفاظ على البيئه. طيب فهنا بيقول لك وان واي جو جرين، الحفاظ على البيئه، يعني برضه بيدعم الدرس الاول اللي كان بيتكلم على الكوكب. حتى هو بيقول لك كيب اور بلانيت، ان احنا نخلي الكوكب بتاعنا نظيف. اوعى تنسى كلمه بلانيت فيها حرف الاي، كوكب من غير حرف الاي نباتات او يزرع. طيب وي كان رايت اون بوث سايدز، يعني نكتب على جانبين الورق، يعني نكتب شمال ويمين ورق، ما نسيبش ورق فاضي. ما تنساش حرف الجر انستيد اوف، معناه بدلا من، انستيد اوف بدلا من. طيب الكلمه دي مهمه جدا اللي هي توتي باجز، دي اللي هي الشنط. بيقول لك ان احنا نستخدم الشنط اللي هي القماش، يبقى توتي باجز دي اللي هي الشنط القماش، بدل من ان احنا نستخدم الشنط البلاستيك، لان الشنط دي بتكون يعني محافظه على البيئه اكتر بالنسبه لنا يعني. طيب دي كلمه مهمه قوي. ثرو ليتر اللي هو يعني يرمي الكمام. ووك توجذر، ورك توجذر، نشتغل مع بعض عشان نعمل الحاجات دي كلها، اسمها ورك توجذر. ادي الجمله الاخيره المهمه بالنسبه لي. using، استخدام توتي باجز is better than using plastic ones، ده اكتر جمله بتيجي في اسئله الاختياري وكل حاجه. طيب يبقى استخدام الشنط الاكياس القماش احسن ان نستخدم الشنط البلاستيك. وده كان الدرس الثاني. طيب تعال نشوف الدرس الثالث اسمه saving recycles، saving resources. saving resources ده بقى ايه درسه؟ تعال نشوف هو كمان. والدرس التالت بقى اللي هو بتاع سيفنج ريسورسز ده، هنا بيقول لك ان السمول اكشن، ان المواقف الصغيره او افعالك الصغيره
ممكن تعمل بيج ديفرنس. يعني هو عاوز يقول لك حافظ على الموارد بتاعتك عن طريق ان المواقف اللي انت شايفها ممكن تكون بسيطه، لا دي بتفرق كتير جدا وبتعمل فرق كبير. وكمان احنا وي يوز ري، الكلمه دي اسمها ايه؟ انت كده معايا؟ برافو عليك، ريسورسز. احنا المفروض نعمل الريسورسز بتاعتنا وايزلي بشكل حكيم. ازاي بقى؟ عشان ما تبقاش ران اوت، عشان ما نفقدهاش، عشان ما تضيعش مننا، عشان ما تخلص. عن طريق ان احنا سيفنج الكتريسيتي، نوفر الكهرباء، سيفنج ووتر، نوفر الميه، تيرنينج اوف ذا تيب، نقفل حنفيات الميه. نقفلها ازاي؟ يعني اثناء مثلا ما احنا بنكون بروش اور تيث، نغسل اسناننا. وكمان سويتش اوف لايتس، ونقفل الانوار او نقفل الاضاءات بتاعتنا. طيب جاز از امبورتنت فور كوكينج اند ستينج وورم، يعني ان الجاز مهم جدا في استخدام الطبخ وايه، انك تبقى بشكل انك تكون دافي يعني او متدفي. طيب ده كده يا سيدي اهم النقاط بتاعت الدرس الرابع بتاعنا. يبقى الوحده الثانيه كلها بتاعتنا كانت بتتكلم على الكوكب وازاي نحافظ على الكوكب بتاعتنا. طيب يلا بينا بقى على الوحده الثالثه. هو هنا يونت 3 بيتكلم على وات از ان ذا باكج، ماذا بداخل الباكج، العبوه او الايه او العلبه. ومع الدرس الاول بتاعها بقى اللي هو هيكون بعنوان sharing with families. sharing with families يعني المشاركه مع العائلات. واعتقد دي يعتبر اسهل وحده فيهم. هنا مفيش حاجات كتير قوي في الدرس ده. يقول لك after delivering، كلمه delivering اللي هو بالتوصيل، كلمه neighborhood اللي هو الحي السكني، وكلمه neighbor طبعا اللي هو جار، packages اللي هي العبوات، ما تنساش ان كلمه older اللي هو الشخص الكبير في السن، وكلمه stairs اللي هي السلالم بتاخد فيها اللي اسمه كلامبس ستيرز، يتسلق الايه السلالم. طبعا ما تنساش الفاكهه عشان بننساها، كلمه بيشز اللي هي الخوخ، وكاكامبرز اللي هو الخيار، وطبعا الدر مره ثانيه اللي هو كبار السن. مفيش حاجه في الدرس ده كتير انت ممكن تذاكرها. طيب تعال نشوف هنا الدرس الثاني بتاعنا اسمه شوبينج فور ا بيكنيك. شوبينج فور ا بيكنيك يعني التسوق في نزهه. بيكنيك اللي هي زي ايه؟ زي رحله يعني او نزهه. طيب تعال نشوف الدرس هنا ايه النقاط المهمه اللي فيه. الدرس ده بقى يا سيدي يعتبر درس مشترك. يعني ايه درس مشترك؟ يعني درس مشترك ما بين القراءة وما بين الجرامر. احنا في شويه كنا بناخد، احنا لسه بنراجع دروس القراءة المفروض اللي انت بتراجع فيها النقط اللي الكلمات هتيجي مع بعضها. الا ان الدرس ده بقى هيكون مختلف شويه، لان الدرس ده هو الجرامر يعتبر نفس فكره درس القراءة. ازاي؟ المفروض ان الدرس ده بيتكلم عن اللي يعد ولا يعد، اللي هو ان شاء الله هشرحه لك كمان شويه، او لو انت قدمت الفيديو دلوقتي حالا هتروح للدرس ده على طول. طيب ايه الفكره هنا؟ ان هو جايب لك حاجات لا تعد، فهو بيحولها لك من لا تعد بيحولها ان هي تتعد. فانت المفروض تبقى مذاكر بقى حاجه اسمها كلمه a carton of، يعني كلمه كارتون اللي هي علبه من اللبن، يعني اللبن بيجي مع الكارت. a bar of chocolate اللي هو قالب من الشوكولاته، يبقى قالب بيجي مع الشوكولاته، وهكذا. مثلا كلمه a slice of beer، اللي هو شريحه من الايه؟ شريحه من الخبز. a piece of cheese، قطعه من الجبن. a kilo of apples، كيلو من التفاح. what kind مهمه جدا، معناها ما نوع. كارتون اوف ميلك، وهكذا. هي دي الافكار اللي لازم تخلي بالك منها، او دي لازم تبقى انت حافظها بشكل اوضح يعني بالنسبه لك، لان السؤال ممكن يجي لك في الامتحان مثلا نقط اوف ميلك، فانت تختار مثلا بار ولا كارتون، هكذا. ممكن يجي بقى كجرامر، يجي كاختيارات. فالدرس ده مشترك، كل اللي عليه الدوائر ده، فانت كده كده هتاخده تاني مره تانيه في الجرامر، والمفروض تبقى مذاكره برضه. وده كان بالنسبه لي الدرس التاني. الدرس التالت بقى بتاعنا اسمه سكول بيكنيك. سكول بيكنيك يعني رحله مدرسيه. طيب تعال نشوف بقى ايه الحاجه المهمه في الرحله المدرسيه. والدرس التالت برضه ما اظنش ان في حاجات كتير قوي قويه. في كلمه بريبير بتاخد مع حرف الجر فور، بريبير اللي هو يعد او يجهز. طبعا بيكنيك دي اللي هي النزهه المدرسيه نفسها. طيب ذات ماي تيتشر، المدرس بتاعي asked me a group to set up. ماي جروب طلب من المجموعه بتاعتي to set up a healthy lunch. يعني ايه set up على بعضها؟ سيت اب معناها تعد او تجهز وجبات ايه؟ صحيه. كلمه برضه مهمه بتيجي كتير جدا في اسئله الاختيار. طبعا فعل ارينج بمعنى يرتب او يجهز. الكلمه دي جميله قوي، ما بتجيش كتير بس خلي بالك منها. الكلمه دي اللي هي بانانز اللي هو الموز، بتيجي مع كلمه اسمها بينشز اللي هو ايه؟ عنقود العنب يعني. طيب طبعا كلمه شاني اللي هو لامع. وعندي هنا كلمه هيلد، ما تنساش ان ده فعل مهم اللي هو بيجي مع الرحله، هيلد بيكنيك. ستودنت برود باسكت تو شير، شير بمعنى يشارك. بس ما اعتقدش ان في حاجه مهمه جدا تاني في الدرس رقم 3. تعالى الدرس الرابع والاخير بقى، ريم هيلب هير ماذر، يعني ريم بتساعد مامتها. طيب يلا يا سيدي نشوف بقى الدرس الرابع ده بيقول ايه. الدرس الرابع بقى بتاع ريم بتساعد مامتها ده، اخلي بالي ان ريم هيلبت هير ماذر ان ذا كيتشن، ان ذا كيتشن في المطبخ. واشد هير، غسلت هاندز ايديها كيرفولي، بعنايه، خلي بالك من دي. كلمه كونتر ما تنساش اللي هي المنضده زي كلمه تيبل بالظبط. وبيجد فعل جنه كتير قوي لو خدت بالك في الدروس اللي فاتت. كلمه ساندوتش اللي هو الساندوتش بياخد فعل ميك، اسمها ميك ساندوتش، يعني بيعمل لي ساندوتش، مش دو غلط. وميك ده ممكن يجيبوا لي في الامتحان ميد،
ميدا سندوتش برضه عادي جدا. طيب ادت يضيف الطماطم وبيضيف السلطه، يبقى الفعل يضيف بيجي ان انا بضيف اكل حاجه على الاكل يعني. طيب واهم حاجه ان احنا نكون importance for الكلمه دي بقى cleanliness ديت يعني النظافه، cleanliness خلي بالك منها، واسمها importance for، يبقى importance for cleanliness. برافو عليك. طيب proud of يعني فخور بيه. طيب الكلمه دي مين يقراها كده؟ برافو عليك، حاول تشتغل كده. برافو يلا. responsible in. responsible in يعني مسؤول، حاجه مسؤوليه في مسؤوليه في المطبخ. طبعا together معناها مع. وبكده يا سيدي المفروض ان احنا نكون خلصنا كل دروس القراءه. فاحنا دلوقتي كده حاليا بسرعه كده احنا كده خلصنا الجزء الاولاني. الجزء الاولاني ده اللي كان بيتكلم على ان احنا عندنا 12 درس قراءه فاحنا خلصناه، فكده بارت 1 بالنسبه لك خلص. اللي المفروض فيه تتفرج على الفيديو ده كله اللي هو حوالي تلاقيه 12 13 دقيقه، اللي هو فيه كل النقط المهمه بتاعت دروس القراءه، وتراجعها مع نفسك كده عشان هي اللي هيجي منها الاسئله. طيب يلا بينا بقى ننتقل على الجزء الثاني. يلا بينا بقى يا ابطال نبدا الجزء الثاني. الجزء الثاني بتاع المراجعه بتاعنا هيكون بيتكلم بقى على شرح الجرامر. بص يا سيدي، يونت 1 عندك في الجرامر بيتكلم على الباست سيمبل. الباست سيمبل ده اللي هو الماضي البسيط، والدرس الثاني بيتكلم على الروابط، والدرس الثالث بيتكلم على الكاونتبل والانكاونتبل اللي هو يعد ولا يعد، وخدت فيه الاي والان وصم اني. حلو جدا. طيب احنا بقى اول حاجه عندنا الدرس الاولاني، الفيديو الاولاني ده ليه فيديو اصلا مشروح عندك جاهز بالنسبه لك. لو انت عايز تراجع الماضي البسيط تقدر تتفرج على الفيديو دوت، وانا بعد احط لك تحت الفيديو ده ان شاء الله اللينك بتاع الفيديو بتاع الماضي البسيط ده. يبقى انت تحت الفيديو ده كده بقى فيه لينكين، الاولاني بتاع البي دي اف اللي هو بتاع اخر حاجه بتاع المراجعه اللي بتاع ستيب 8، واللينك الثاني بتاع الدرس بتاع الماضي البسيط لو انت عايز تسمع الماضي البسيط نفسه، عشان انا كنت شارحه قبل كده بتفصيل فيديو منفصل. طيب دلوقتي بقى انا هبدا على طول شرح على اليونت 2 على طول اللي هو الوحده الثانيه بتاعه الرابط. طيب يلا بقى نبدا على الرابط. ايه بقى فكره الرابط دي؟ تعال اقول لك يا سيدي. الرابط دي يا سيدي عباره عن كلمه بتيجي في نص الجمله بتربط جملتين. الرابط ده فكرته انه ما ينفعش يجي في جمله واحده، ما ينفعش يجي مع 3 جمل، هو بيجي مع جملتين 2 بس. هو بيكون في النص، بيكون همزه الوصل اللي بتربط الجمله اللي على الشمال بالجمله اللي على اليمين. طيب ايه اول رابطين عندنا؟ بص بقى انا مقسمهم لك 3 افكار، يعني الرابط احنا مقسمه ل3 اجزاء. اول جزء عندنا هتكون كلمه بط مع كلمه ان، دول رابطين عكس بعض. طيب بط معناها لكن، واند معناها وي. كلمة بط بتربط جملتين متناقضتين يعني عكس بعض. يعني مثلا اقول لك مثلا كده ايه، انا مثلا نجحت بس انا زعلان. ازاي نجحت وازاي زعلان؟ انا نزلت بدري بس وصلت متاخر. دايما هتلاقي الجملتين فكرتهم عكس بعض. انا ذاكرت وما نجحتش، الجملتين فكرتهم عكس بعض. ساعتها بنستخدم كلمة بط اللي هي معناها لكن. عكسها بقى كلمة اند دي اللي هي بتبقى اي جملتين شبه بعض. يعني ايه جملتين شبه بعض؟ مثلا انا مثلا بحب مثلا الفراخ واللحمه، فدي حاجه ما فيش اي فيها مشكله، بحب اكل ده وبحب اكل ده. انا مثلا بلعب كوره وبلعب شطرنج، فانا بلعب الاثنين ما عنديش اي مشكله. فالجملتين انا ذاكرت ونجحت، فالجملتين مكملين بعض ما فيش فيهم اي مشكله. فيبقى كده كلمه بط عكسها كلمه ان. اصلا لو جالك في صح على الخطا كلمه بط فانت طبيعي تحط بدلها كلمه ان، ولو جات لك كلمه ان تحط بدلها كلمه بط، لان دي معناها وي ودي معناها لكن، والاثنين دول عكس بعض. نيجي بقى للقسم الثاني اللي احنا اتفقنا ان هم 3. احنا كده خلصنا الاول وبنتكلم على الثاني. الفكره الثانيه دي بقى يا سيدي بتتكلم على كلمه اسمها بيكوز بتساوي كلمه اسمها از، وعكسهم كلمه اسمها سو. طب ايه الروابط دي بقى؟ برضه نفس الفكره، هتيجي عشان تربط الجمله اللي على الشمال بالجمله اللي على اليمين، بس المره دي بقى الجملتين دول هيكون فيهم واحده سبب وواحده نتيجه. يعني ايه سبب ونتيجه؟ يعني الجملتين بيكملوا بعض. يعني ايه بيكملوا بعض؟ يعني مثلا اقول لك مثلا كده انا تعبان، فعلشان انا تعبان علشان كده انا نمت. ايه السبب؟ ان انا تعبان، ونتج عن ان انا تعبان ان انا نمت، فده كده يبقى اسمه سبب ونتيجه. خلاص كده. مثلا تيجي مثلا جمله يقول لك ايه انا ذاكرت انا نجحت، دي مفيش هنا بقى لو عشان عارف انك هتسال تقول لي طب ما انت لسه قايل ده في لا ذاكرت ونجحت على طول. اما يعني في مفيش فاعل في الجمله الثانيه، ده هو فعل وفعل على طول. اما تحت انا بكلمك على جمله كامله. بص انا ذاكرت انا نجحت، جمله كامله وجمله كامله. هنا بقى الموضوع اختلف بقى سبب ونتيجه. اقول لك انا ذاكرت انا نجحت، مثلا انا اتدربت انا بقيت قوي، جمله سبب ونتيجه. فبيكوز بيجي قبلها النتيجه وبعدها السبب. بيكوز دي اللي هي بتساوي كلمه از، عكسها كلمه سو اللي بيجي قبلها السبب وبعدها النتيجه. فانت برضو نفس الفكره، جات لك كلمه بيكوز هتحط لها انت كلمه سو،
جات لك كلمه سو هتحط لها انت كلمه بيكوز. يبقى انت عندك الثلاث افكار خدنا منهم فكرتين، الاولى بتساوي جملتين شبه بعض او عكس بعض، الفكره الثانيه يا سبب يا نتيجه يا نتيجه وسبب، الاثنين عكس بعض. طيب نيجي لاخر جزء بقى عندنا اللي هي كلمه اور او نور. بص يا سيدي، هي اور ونور المفروض ان هي ليها فكرتين. الفكره الاولى ان كلمه اور بيخرج بين حاجتين، تختار ده ولا ده، عكسها كلمه نور اللي هو تقول له ولا ده ولا ده. خلاص كده. طيب او لو جت بمعنى او، دي مش بتيجي كتير طبعا، اللي هي بتيجي بمعنى او دي. ففكره او اللي فوق دي ان هي بيخرج بين حاجه، يعني اضافه خيار اللي هو تاخد ده ولا ده. اما كلمه او اللي تحت حاجه فكره سلبيه، اللي هو ابنك ما بيذاكرش وكمان بيستهتر وكمان وهكذا، اللي هو حاجه سلبيه، يعني شيء سلبي بيتضاف لشيء سلبي اكتر. خلاص. برضو نفس الفكره بالنسبه لك، جات لك كلمه اور هتحط كلمه نور. يبقى جرامر الوحده الثانيه بيتلخص في ثلاث افكار. الفكره الاولى جات لك كلمه بط اللي هي عكسها كلمه ان، جملتين شبه بعض وجملتين عكس بعض. الفكره الثانيه جات لك كلمه بيكوز اللي بيجي قبلها نتيجه وبعدها سبب، عكسها كلمه سو اللي قبلها سبب وبعدها نتيجه، اللي عكسها برضو كلمه از ما تنساش. الفكره الثالثه جت كلمه اور بتعكسها بكلمه نور، جات لك نور بتعكسها بكلمه اور. طيب كده احنا خلصنا الدرس الثاني بتاع الرابط. يبقى انت لو عايز تتفرج على فيديو بتاع الماضي البسيط دي اتفرجت عليه فيديو منفصل بقى اللي هو اللينك بتاعه موجود. خلصنا الجزء الثاني اللي هو بتاع الرابط. نيجي بقى للوحده الثالثه، وهي انا شايف ان هي اكتر وحده محتاجه انك تركز فيها شويه، لانها فعلا وحده بتلخبط جدا، فمحتاجه انك تركز. طيب ايه الوحده الثالثه بقى؟ تعالى يا سيدي يلا نبدا شرح الوحده الثالثه. عشان نبدا الوحده الثالثه محتاجين الاول نتكلم ونفهم كام حاجه الاول. تعالى يا سيدي واحده واحده عشان نفهم ايه. انا عندي حاجه اسمها كاونتبل. كلمه كاونتبل يعني تعد، وانكاونتبل يعني لا تعد. يعني تعد يعني الحاجه اللي بنقدر نعدها، وكلمه انكاونتبل يعني الحاجه اللي ما نقدرش نعدها. طيب انا دلوقتي في الانجليزي هعرف ده ازاي؟ يعني لما تجيلي كلمه هقدر افرق بينها ان الكلمه دي بتتعد او ما بتتعدش ازاي؟ بحطها تحت اختبار اسمه اختبار الاس، ان انا بزود للكلمه حرف الاس. لو الكلمه دي نفعت للاس يبقى الكلمه دي تعد، لو الكلمه دي ما نفعتش مع الاس يبقى الكلمه دي لا تعد. انا عارف ان في كلمات بتبقى تعد ومش معاها اخرها اس، زي كلمه بيبول، زي كلمه من، كل الكلمات دي ما عنديش فيها مشكله، بس احنا بنتكلم بنسبه 90% واغلب اسئلتك هتيجي بالفكره دي. يبقى انت خليك معايا كده، احنا هنفكر في الاس، ده الاختبار الاول بالنسبه لنا. لما نحط الاس للكلمه لو نفعت يبقى الكلمه دي تبقى اللي تعد، لو الاس دي ما نفعتش يبقى الكلمه دي تبقى لا تعد. طيب تعالى اديك مثال. اول كلمه زي كلمه بوك. يعني ايه بوك؟ كتاب. سيبك من ال اللي مكتوبه والكلام ده، خليك معايا بس واحده واحده. كلمه بوك كتاب، يلا نحط لها اس كده بقت اسمها بوكس. نفعت يبقى الكلمه دي تبقى اللي تعد. عرفت منين؟ حطيت لها اختبار الاس فنفعت. طيب كلمه ابل تفاحه، يلا عايزين نعرف تعد ولا تعد، حطينا لها اس بقت ابلز بقت تفاح، اختبار الاس نفع معاها تبقى تعد. كلام جميل. طيب ووتر. يعني ايه ووتر؟ ووتر يعني ميه، حط لها اس كده، لا ما نفعتش لها، ما نفعتلهاش اس، يبقى دي كده لا تعد. يبقى ده اول فكره بالنسبه لي. تاني اول فكره بالنسبه لي ان اللي بيتعد ده بيتحط له اس، اما اللي مش بيتعد ما بيتحطلوش اس. حلو قوي. طيب بعد اذن حضرتك، هو اللي مش بيتعد ده كده كلام جميل، يبقى انا كده فهمت ان اللي بيتعد بيبقى مفرد وجمع، واللي ما بيتعدش ما بياخدش الاسم. طيب اللي بيتعد بقى مش هو هنا كده بقى بوك مفرد وبوكس جمع. حلو. ايه بقى الفرق بين المفرد والجمع؟ تعالى كده بس معايا تحت شويه كده. ده المفرد. المفرد ده اللي هو بياخد في الافعال مين؟ از، ياخد ووز، ياخد داز، ياخد هاز. مركز معايا كده. طب الجمع بقى اللي هو دايما بيكون اخره اس، ده اللي بياخد ار، ياخد وير، ياخد دو، ياخد هاف. يبقى خلي بالك ده اللي بيجي مع بتوع الجمع وده اللي بيجي مع بتوع المفرد. يعني مثلا كلمه بوك دي نقول بوك از ولا بوك ار؟ لا طبعا بوك از. طيب بوكس تاخد ايه؟ بوكس تاخد ار. حلو جدا، مركز كده. طيب يعني تعالى هنا اهو. طيب يبقى انا فهمت كده، لو هو قال لي كتاب هياخد از وكتب تاخد جمع. طب لو جاب لي رز، ركز كده. رز، هو رز ده احنا نعمل ايه؟ فاكر؟ انا عايز اعرف الكلمه تعد ولا تعد، نحط لها ايه؟ برافو عليك، الاس. في كلمه حاجه اسمها رايسز؟ لا طبعا، فاصبحت كلمه ايه؟ لا تعد. طب اللي حد ياخد از ولا ياخد ار؟ بص انا واخد لونه ايه؟ واخد له از. ليه بقى از؟ لان احنا عندنا قاعده بتقول الاشياء التي لا تعد تعامل معامله المفرد. تاني، الاشياء التي لا تعد تعامل معامله المفرد. يعني اي حاجه مفرد، اي حاجه لا تعد بنخليها مفرد على طول. اي حاجه ميه، ملح، سكر،
دقيق، كل ده لا يعد ياخد از على طول، ياخد ووز، ياخد الحاجات اللي هي دي اهي اللي هي از ووز داز هاز وهكذا. طيب حلو جدا. طيب اما طبعا بص بوك عشان مفرد خد ايه از، وبوكس جمع فخدت ايه ار، خدت اللي اي حاجه عادي جدا. طيب في كلمه مهمه جدا تخلي بالك منها اسمها هاو. هاو بتيجي مع كلمتين، هاو ميني او هاو ماتش. هاو ميني معناها كام العدد، وهاو ماتش معناها كام الثمن او كام الكميه. الفكره ان هاو ميني بيجي بعد انها اسم جمع يعد، لازم يكون الاسم جمع ويكون يعد عشان يجي بعدها هاو ميني. يعني اقول لك هاو ميني بوكس، ما ينفعش اقول بوك، ما ينفعش اقول كام عدد الكتاب، لا كام عدد الكتب. هاو ميني بيبرز، كام عدد الورق، ما ينفعش اقول كام عدد الورقه. اما هاو ماتش يجي بعدها اسم مفرد لا يعد، اللي هو كان بيعم عملة المفرد، اللي هو مثلا ميه، ملح، سكر، الحاجات دي كده كلها. يعني مثلا اقول لك هاو نقط بوكس، بوكس بص اخره ايه، اخره اس، يبقى من غير ما تفكر خد مني على طول طبعا على طول. يبقى احنا كده خدنا لحد دلوقتي كده، بالراحه عشان ما نتوهش من بعض. يبقى احنا بدانا بالاختبار الاولاني اللي هو بنفرق بين اللي يعد واللي لا يعد عن طريق الاس. بعدين اتكلمنا ايه الفرق بين المفرد والجمع، ومين بياخد مفرد ومين بياخد جمع. حلو جدا. وبعدين اتكلمنا على كلمه هاو ميني وهاو ماتش. طيب ايه بقى الحاجه الثالثه؟ الحاجه الثالثه دي بقى اسمها الدرس نفسه، ده بقى اصل الدرس بتاعك. ايه اصل الدرس؟ اسمها ادوات النكره. دي اسمها كده ادوات النكره. طب ايه ادوات النكره دي يا مستر؟ ادوات النكره دي اللي اسمها حرف الا والان. ادوات النكره دول بيجوا قبل اي كلمه، بس ليهم شروط. ايه الشروط بتاعتهم؟ او قال ليهم شرطين، لازم الكلمه تقبل على الشرطين دول الاول عشان احنا نفكر في اوقات. يبقى من دلوقتي بالله عليك كده واحنا بنحل مع بعض في الاسئله، لما يجي لك الدرس بتاع او ان وصم واني، يبقى اول كلمه عينك بتيجي عليها الكلمه اللي بعد النقط، الكلمه اللي انا هشتغل عليها. طب ايه الاختبارين او ايه الشرطين اللي مطلوبين من الاول ان؟ الاول ان بتقول لك ان الكلمه بتاعتك لازم تكون كلمه مفرد ولازم تكون بتتعد. يعني لازم تكون كلمه تعد ولازم تكون مفرد. ما ينفعش تكون تعد وجمع، لا ما ينفعش. ما ينفعش تكون مفرد ولا تعد، لازم يكون الشرطين متطابقين عليها عشان تاخد الاول ان. طيب تعال نشوف كده مثلا، يعني مثلا خليك معايا كده. كلمة بوك تاخد او ان، بوكس ما تاخدش. طب ما بوك مفرد وتعد، تاخد عادي. طب بوكس ما هي تعد، بص هي تعد بس مش مفرد، دي جمع، فلازم تعد بالشرطين. التفاحة تاخد، التفاح ما ياخدش. المية ما تاخدش كده كده لان المية لا تعد اصلا. حلو. طيب ايه الفرق بقى بين الا والان دي؟ يعني امتى احط ا وامتى احط ان؟ لو الكلمه اللي احنا هنحط قبلها كانت مفرد وتعدي، يعني عدت على الشرطين والشرطين بقوا تمام معاها، نبص على الكلمه دي. لو الكلمه دي بدأ باي حرف من حرف الاي او الاي او الاو او اليو او الاي اللي اسمها الحروف المتحركه، حط الان دي. لو اي حرف غير الخمسه دول في الانجليزي كله، حط حرف الا ده. يعني بص كده حتى هنا عشان انت اكيد كنت تسال نفسك، ادي كلمه بوك الاول عدت على الشرطين اللي هي مفرد وتعد معايا بقى، رحت بصيت هنا حرف البي، هل البي ده كان من حرف الاي او الاي او الاو او اليو او الاي؟ لا، يبقى ده ا. طب قبل ما تجريش تقول لي استنى الاول، هي مفرد تعد ساعتها فكرت اهو بقى، يبقى دي هنا الا بادئه بحرف الا، واحد من الخمسه فخدت الان على طول. يبقى انا كده فهمت الفرق بين الا والان. تاني، يبقى الفرق بين الا والان ليهم شرطين الاول قبل اي كلام، ان لازم الكلمه اللي تيجي قبلهم ان ابص عليها اللي بتبقى بعد النقط ان هي تكون مفرد وان هي تكون تعد، وبعدين اشوف حرف من الخمسه دول موجود احط مفيش احط طيب عشان اخد بقى القطعه اللي جايه دي لازم اسالك السؤال ده الاول، يعني ايه جمله مثبته ويعني ايه جمله منفيه؟ يعني انا كمان شويه هطلب منك اقول لك اسالك هي دي جمله مثبته ولا جمله منفيه؟ فانت تدور على ايه عشان تعرف ان هي جمله مثبته او منفيه؟ هندور على كلمه نوت في الجمله دي. جمله يعني اخرها نقطه، ركز معايا، جمله يعني بيبقى اخرها نقطه. طيب كلمه نوت الكلمه اللي هي ان او تي او ان ابوستروف تي دي، لو لقيتها موجوده جوه الجمله يبقى دي اسمها جمله منفيه. طب لو كلمه نوت مش موجوده، هتدور في الجمله كلها قدام مش موجوده، يبقى دي اسمها جمله مثبته. يبقى كلمه نوت موجوده اسمها جمله منفيه، كلمة نوت مش موجودة يبقى اسمها جملة مثبتة. ده الفرق بين الجملة المثبتة والجملة المنفية. طيب نيجي بقى ننتبه بقى على الكلمتين التانيين اللي هم بينافسوا او ايه الكلمتين التانيين بقى اسمهم صم واني. طيب ايه قصة صم واني دي يا عم؟ صم معناها الاول بالعربي بعض، واني معناها اي. طيب قبل ما نقول هم بيجوا مع مين وبيجوا فين، مش الاول نعرف شروطهم؟ هم كمان ليهم شروط طبعا. الاول ان كان شروطها ان هي مفرد وتعد. صم واني بقى مش طماعين، صم واني عايزين شرط واحد بس يتحقق، مش لازم الشرطين يتحققوا، هم عايزين شرط واحد. ايه الشرطين؟ ايه الشرط من الاثنين دول؟ لو في كلمه جمع هم يجوا معاها عادي، ولو كلمه لا تعد يجوا معاها عادي. يعني هي جايين مع اي حاجه. يبقى انت لو ركزت
صم واني اصلا ما ينفعش يجوا مع كلمه مفرد تعد. يعني لو جات لك جمله جايه مثلا بعد النقط كلمه مثلا ماوس فار، يعني ماوس واحد بس، بن قلم واحد بس، وانت فكرت صم واني، تبقى انت غبي، لان صم واني مش بتيجي غير مع اما كلمه جمع يا اما كلمه لا تعد. متفقين كده بس قبل ما نشرحها اصلا؟ يبقى احنا مش هنفكر في صم واني غير لما الكلمه اللي تكون موجوده في الجمله يا اما كلمه جمع يا اما كلمه، برافو، لا تعد. طيب صم بقى بتيجي في الجمله المثبته يا سيدي، واني بتيجي في الجمله المنفيه اللي لسه قايلها لك حالا. يعني صم بتيجي في الجمله المثبته اللي لما الجمله ما يكونش فيها كلمه نوت، يعني كلمه نوت ديت لما ما تكونش موجوده هاخد صم، لو موجوده هحط اني، بس كده. طيب بص كده السؤال ده، I have not book و I have not books. بص حطيت هنا ايه؟ هنا وهنا صم. ايه ده بقى؟ ليه عملت كده يا مستر؟ بص يا عم، لما جيت حليت انا بصيت الاول على الكلمه اللي بعد النقط فلقيتها بوك، فبوك ده يعني كتاب واحد، فكتاب واحد ده يعني مفرد ويعني يعد، يعني ما ينفعش صم وان، ده عايز او فلما لقيت ده مفرد يعد فبصيت على اول حرف لقيته حرف البي مش من الخمسه فخد طب الجمله اللي تحت بوكس دي جمع، لا يبقى ماليش دعوه بالاولاني، انا كده بفكر في صم واني. طيب هل الجمله فيها كلمه نوت؟ لا، فخدت لها كلمه صم. طب ايه رايك بقى لو انت فكرت معايا في سؤال رقم 3 و4 و5 و6، وبعد ما فكرت فيهم كتبت اجاباتهم ودوست انتر قبل ما تشوف اجاباتهم اللي انا هحلها؟ وقف الفيديو لمده ثانيه كده وحلهم انت وابعت لي الاجابات بتاعتهم، شوفهم انت حليتهم صح ولا غلط. طيب يلا انا هحلهم بقى يا سيدي. طيب لو انت كنت وقفت الفيديو وعملت الاجابات يلا صحح نفسك بقى. اول جمله اسمها اي بات نوت سويت، سويت اللي هي الحلوى، الحلوى دي لا تعد. بما ان الحلوى لا تعد يبقى من غير نقاش هي مش هتاخد او ان، خلاص انا كده بفكر في صم واني. طيب هفكر في صم ولا اني؟ هبص على الجمله في كلمه نوت، لا يبقى احط صم. هنا بقى الجمله اللي بعد منها هبص على الاسر، انا ماليش دعوه على الاسر ولا بدرينك، انا ليا دعوه بالجمله اللي بعد النقط اسمها ايه؟ جوس، عصير. طيب كلمه جوس عصير يعني لا تعد، حلو، احط لها وان؟ لا طبعا، درينك عصير لا يعد يبقى ياخد صم واني. الجمله فيها كلمه نوت، لا يبقى هتاخد برضه صم. الجمله اللي بعدها اسمها عصير، الجمله اللي بعدها اسمها برضه هنشوف بعد النقط لقينا برضه عصير. طيب عصير لا يعد ياخد اوان؟ مستحيل، ياخد طبعا صم واني عشان لا يعد. بس بصيت ورا لقيت في نص في كلمتين اهي، لقيت كلمه نوت اهي، يبقى من غير ما افكر احط كلمه اني. الجمله اللي بعدها بص بقى، في طلبه تقول لك في كلمه نوت حط اني، غبي، اتلخبطت في نفس الفكره. بصيتش على الكلمه اللي بعد النقط الاول ليه؟ الكلمه اللي بعد النقط بيبر، ورقه واحده، ولو انت كنت خدت بالك ان هي مكتوبه بيبر واحده يبقى ممتاز وبرافو عليك، يعني هتاخد اوام ملهاش دعوه بالنط اصلا، ده هتاخد حرف الا لان الكلمه دي معناها ورقه، فالكلمه دي مفرد والكلمه دي تعد، فساعتها انا رحت للاول ام بالصم واني اصلا، فانت كملت بخطه صم واني واحنا شغالين على اوام. صم واني كنت هدور في الجمله على كلمه نوت زي السؤال رقم 5 اللي موجود فوق، اما في رقم 6 في كلمه نوت ماليش دعوه، انا ليا دعوه ان هي مفرد تعد فخدت الاول ام. خلاص كده، اتمنى انك تكون مركز كده في الاجزاء دي. يبقى الفكره هنا تاني كده بالراحه كده، احنا عندنا 4 كلمات او ان وصم واني، لو عرفت تفرق بين او ان وصم واني فانت كده تمام. طيب يبقى بس حاجه كده مهمه جدا بس تخلي بالك منها كده، تعليق صغير قوي. يبقى بص كاتب لك ايه حتى بس قبل ما نقول التعليق، لا تنسى ان تبحث عن مصدر الكلمه اولا. مصدر الكلمه ده اللي هو الكلمه اللي بعد النقط، بص على الكلمه اللي بعد النقط. طيب انا عملت حاجه سريعه كده وسهله وبسيطه عشان لو جات لك ما تتلخبطش. لو جات لك صم واني على شكل سؤال مش شكل جمله، على شكل سؤال مش شكل جمله، يعني اخرهم علامه استفهام اهو، لو سؤال بدا باز زير او ار زير او ووز زير او وير زير اختار كلمه اني من غير نقاش. ده في حاله ايه؟ ان الكلمه اللي بعد النقط الاول لقيناها كلمه لا تعد او كلمه جمع، لان هو حتى لو كان سؤال والكلمه اللي بعد النقط كانت مفرد او مفرد وتعد هتاخد او ام برضه، فاهم؟ احنا مبدأنا الاول نشوف الكلمه ايه اللي ينفع لها وبعدين نبدا نشوف ايه القانون اللي يمشي عليه. خلاص؟ طب لو جه بقى كلمه كان او كود او شال او شود او ليت بنحط كلمه صد. ده بس الحاجه اللي ايه التعليل اللي كنت حابب ان انا يعني اوضحه لك او ايه او انبهه لك يعني. حتى بص السؤال ده كده، ده مثال صغير كده عليه، حاول تبص كده تركز فيه اهو. از زير جوز؟ انا مش هبص على از زير على طول الاول، انا هبص الاول على كلمه جوز. لما اتاكدت ان هي كلمه لا تعد فانا فاكر ان السؤال اللي بيبدا باز زير بياخد اني، كلام جميل. طب السؤال هنا ار زير نقط بوكس، بوكس ده كلمه ايه؟ جمع، برافو، يعني مش هياخد او ام برضه لان هو جمع، ده المبدا الاساسي الاولاني بالنسبه لي. فبصيت لقيته جاب ار زير، جاب از زير او ار زير برضه حطيت اني عادي اهو. طيب هنا جاب از زير احط صم برضه؟ لا، ما انا بصيت الاول على كلمه بيبر تاني، ورقه، فورقه دي مفرد تعد،
ما ده سؤال بادئ، يبقى انا مالي بادئ ايه الزد ده في سؤال لما يبقى بيتكلم على صم وان، اما انا هنا بتكلم على مفرد تعد اللي هي ورقه واحده فتاخد او ان، فورقه خدت ايه عادي اهو. خلاص كده يبقى انا كده فرقت لك بين الاو والان والصم والان. وده كان الجزء الاولاني في الجرامر بتاع الوحده الثالثه. ايه بقى الجزء الثاني بقى؟ الجزء الثاني يا سيدي فكرته بسيطه قوي، بيعتمد على الحفظ اكتر من الفهم. ازاي يعني؟ فكرته ان انت فاكر ان احنا لما خدنا من شويه الحاجه اسمها لا تعد، الاشياء اللي لا تعد، احنا بقى عايزين نعدها. فعشان نعدها عملنا ايه؟ عشان نحول لا يعد ده لكلمات تعد استخدمنا حاجه اسمها الحاويات، حاجه بنحط فيها الحاجات دي فنقدر نعدها. الحاجات دي عباره عن كام حاويه عندنا؟ 8 حاويات يا عم. يعني ايه 8 حاويات؟ يعني 8 افكار بيجي تحت منهم الكلمات. انت مطلوب منك انك تحفظهم. طيب تعال نشوف بقى الحاجات دي فين. الكلام ده موجود عندك صفحه رقم 95 96 في كتاب. يلا نجيب صفحه 95 96 مع بعض. بص بقى الفكره هنا الثمان افكار دول 6 وفي 2 في الصفحه اللي ورا هقول لك دلوقتي. شايف الكلمه دي؟ الكلمه دي اسمها ايه؟ اسمها اباكو اوف. اباكو اوف يعني كيس من او باكو من حاجه يعني. فالكلمه الباكو دي بتيجي مع الرز، بتيجي مع الكوكيز، بتيجي مع البسكويتس. انت بقى ممكن تيجي في الامتحان مثلا بقى هو هيجيب لك حاجه من الاثنين، يقول لك مثلا نقط اوف بسكويتس، فانت تقول ايه؟ انت عارف ان البسكويت بيجي مع الباكو. او يقول لك باكو اوف ويجيب لك مثلا البسكويت مثلا والكاندي، فالكاندي ما بتجيش في الباكو، الكاندي بتيجي في البار. مثلا يقول لك مثلا ايه؟ كارتون اوف ميلك، ولا مثلا رايس ولا رز، عبوه من الرز ولا عبوه من اللبن. يقول لك مثلا قطعه من الكيك ولا قطعه من اللبن. فانت مطالب منك انك تحفظ ابوتل اوف بتيجي مع مين، سلايس اوف بتيجي مع مين، كارتون اوف بتيجي مع مين. وخلي بالك ان الكارتون ده لو هتطلعه كمان تاني بقت الكرتون اللي هو متفرج عليه زي توم وجيرو كده يعني. فدي عبوه من ممكن يجيب لك في الاختيارات يلخبطك بيها. فالعبوه هنا بقوه واحده، العلبه بقوه واحده، ام 2 قوب كرتون، خلي بالك منها. خلاص؟ طيب فده كده ادي الثلاثه، ادي السته الاولانيين. الاثنين التانيين اهم اللي هو بقى مين؟ اكيلو اوف، اجلاس اوف، هم دول الثمان حاجات بالنسبه لك. هتحفظ الثمان حاجات دول بالكلمات بتاعتهم اللي بتيجي معاهم، وكده يبقى انت خلصت جرامر الوحده الثالثه بالكامل. وبكده نكون احنا خلصنا الجزء الثاني بتاعنا. يلا بينا بقى ننتقل على الجزء الثالث وهو هيكون جزء الحل. احنا كده خلصنا البارت الاولاني، لو انت متابع معانا من الاول فاحنا خلصنا البارت الاولاني بتاع كل دروس القراءه، وده البارت الثاني بتاع كل دروس الجرامر. الجزء اللي جاي ده بقى هنحل ان شاء الله بقى اسئله على طول بتاعه التدريبات بتاعه الاكسرسايز يعني. يلا بقى ننتقل على كتاب المعاصر وجيم. يلا بينا بقى يا ابطالنا على الجزء الثالث وهو هيكون الاكسرسايز بقى اللي هنحل بتاع كتاب المعاصر وكتاب جيم ان شاء الله. قدام حضرتك هنا هنراجع الاول على الوحده السابعه والثامنه، التاسعه مش موجوده عشان الكتاب هو اللي عامل كده، بس احنا هنراجع التاسعه ما تقلقش. بس يلا نبدا الاول مع السابعه والثامنه. ده بالنسبه لكتاب جيم، من وجهه نظر كتاب جيم دي اهم الكلمات على الوحده السابعه والثامنه. وطبعا الكلمات دي يعتبر احنا اصلا قلناها كلها في البارت الاولاني، ويعتبر اصلا ده فيديو تطبيق على بارت 1 اللي هو بتاع دروس القراءه. هناخد 7 و8 الفوكابلري الكلمات. يلا يا سيدي بقى نقرا سؤال سؤال كده ونراجع مع بعض. حتى لو انت عارف الاجابه اسمع بقيه الاختيارات عشان ننشط ذاكرتنا في حفظ الكلمات والمراجعه عليه. اول سؤال بيقول لي هنا علي كود كلام ذا هاي. علي يقدر يتسلق هاي ايه لاست ويك؟ يقدر يتسلق ايه؟ مون القمر، ايرث الارض، ماونتين الجبال، اويسيس اللي هي الواحات. لا طبعا هيتسلق الجبال، اسمها هاي، اسمها كلامب ماونتين. 2 There are يوجد a lot of الكثير من trees، بيوجد الكثير من الاشجار فين؟ في ريفر في الانهار، ديزرت الصحراء، بيلدينج المباني، فورست الغابات. طبعا اكيد الاشجار هتكون في الغابات. رقم 3 My dad was happy، بابا كان مبسوط. اند ايه؟ وايه كمان مع ان هو مبسوط؟ اند اللي كانت بتربط جملتين شبه بعض، هيكون ساد حزين، باد سيء، اكسايتد متحمس، سيك مريض. اكيد طبعا الحاجه الوحيده الايجابيه في كل الصفات دي هي اكسايتد متحمس. 4 The city is very busy، سيتي اللي هي المدينه، بيزي يعني زحمه، المدينه بتكون زحمه. وايه كمان؟ كويت هاديه، كالم هاديه، نويزي يعني ضوضاء، فري فاضيه. لا طبعا هتكون نويزي فيها ضوضاء. 5 The village اللي هي عكس سيتي، فاليج اللي هي القريه، ووز ايه؟ كانت ايه؟ بط. فاكر كلمه بط اللي بتربط جملتين عكس بعض، بطناه، ولكن دلوقتي هي دوشه. يبقى هي كانت الاول هاديه، هل هتبقى بيج كبيره، كوايت هادئ، لاود عالي، يونج صغير. طبعا هتبقى كوايت اللي بمعنى هادي. 6 I went ده ماضي جو. I went to the ايه؟ انا ذهبت الايه اريا تو باي سام كلوز عشان اشتري بعض الملابس. هل نقط شوبينج اريا،
لمنطقه التسوق، لايبراري اريا المكتبه، سموكينج التدخين، كيدز الاطفال. اكيد طبعا هتكون شوبينج اريا. ويعني ايه شوبينج اريا؟ يعني مكان التسوق. 7 ماي سيستر ووز اختي كانت نوت هيستوري التاريخ بروجكت مشروع التاريخ في المدرسه. كانت بتعمل ايه؟ بلاينج بتلعب، دوينج بتفعل، درايف تقود او تسوق يعني، لوكينج بتنظر. لا طبعا دوينج بروجكت يعني بتفعل المشروع. وي نقط اون، احنا ايه اون؟ ايه اللي بيجي مع حرف الجر اون عشان يجي مع اللبس؟ بلو تشيرت اند يونج بلانت فور سكول. هل اسمها فايند اون ولا بوت اون ولا لوك اون ولا هاف اون؟ طبعا هي اسمها بوت اون بمعنى يرتدي. 9 ذا نايل ريفر هاز تو، نهر النيل بيمتلك تو ايه؟ شواطئ، بحار، فروع، جبال. طبعا هتكون فروع. 10 ذا دوج وز سكيري، الكلب كان مخيف. وانا كنت ايه؟ كنت هابي سعيد، ولا ديلايتد يعني مسرور، ولا نيرفس كنت متوتر، ولا اكسايتد كنت متحمس؟ اكيد طبعا كنت نيرفس كنت متوتر. اي بوت 3 انا اشتريت نقط اوف سوب من الصابون. ده بقى النقطه اللي كنت بكلمك عليها وانا بشرح الجرامر. قلت لك ان في درس الجرامر ده الجزء ده مقسوم للاثنين، يعني بيجي في اسئله الفوكابلري في الكلمات اهو، ويجي في الجرامر. فانت المفروض ان تبقى عارف ان الصابون ده بيجي مع القالب اللي هو ابار، مش بيجي مع بوتل ولا سلايس ولا كارتون ولا علبه ولا شريحه ولا ازازه، بيجي مع الايه؟ مع القالب او الايه؟ الشريحه ديت يعني. فتاخد ده بيجي مع الصابون. عشان لو انا مش حافظها ما كنتش عارف احلها. نفس الفكره السؤال اللي بعديه، ودرينك 2 احنا شربنا 2 اوف ميلك، 2 من اللبن. شربنا 2 بقى ايه؟ هل شربنا 2 قالب ولا 2 شريحه ولا 2 قطعه ولا علبتين؟ يبقى كارتون اوف ميلك وهكذا. بص اللي بعده نفس الكلام. وي نيد نقط اوف ووتر، احنا محتاجين نقط اوف ووتر. هل هناخد قالب من الووتر ولا شريحه من الووتر ولا قطعه من الووتر؟ لا، زجاجه من الميه. يبقى شفت اهو ادي 11 و12 و13 بيتكلموا على نفس الفكره، ريدنج وجرامر. 14 سلمى ليف ان طول، سلمى عايشه في طول ايه في المدينه؟ هي كان اسمها طول ايه؟ كانت على بعضها اسمها طول بيلدينج. برافو. ذا نوت ليف ان ذا سي، بيعيش في البحر. ومين اللي بيعيش في البحر؟ الاوكتوبس الاخطبوط، لاين الاسد، الجمل، الفراخ. اكيد طبعا مش محتاجه فقاقه، الاوكتوبس. طيب بناز اند فروزن يونجست ايه؟ هيلث ايه؟ الاكله بيكون هيلث ايه؟ اسمها هيلث ايه؟ ده كل الحاجات دي عباره عن هيلث ايه؟ طبعا اكيد الزبادي والموز هيكونوا طبعا حلوى. معلش يا شباب بوقف الفيديو كتير، بيجي لي تليفونات كتير والله حقكم عليا. طيب ده بيكون الحلوى. يلا نقلب الصفحه ونكمل بقيه الاسئله الاختياريه. ما بين عيد الفطر بيكون فاستيفال، بيكون احتفال. وين وي ايت، لما بناكل ايه بقى؟ لما بنكون بناكل طبعا الكعك. 18 اي ونت تو، انا ذهبت لايه؟ تو باي سام كوكيز، رحت فين عشان اشتري بعض الكوكيز؟ اكيد الكوكيز ده هنشتريها منين؟ بيكري اللي هو الخباز او المخبز. طيب 19 كعك ار ديليشس، الكعك بيكون ديليشس ايه؟ الكعك هيكون كوكيز طبعا. طيب 20 شي لوك ات ابيت ايه؟ شي از سيك، هي كانت تبدو ابيت ايه؟ يعني شكلها ابيت ايه؟ كانت دي كلمه محفوظه على بعضها اسمها ابيت يلو، يعني شكلها اصفر شويه عشان كده هي مريضه. طيب نيجي بقى للسؤال اللي بعده. دول 4 اسئله برضو بيعتمد على دروس القراءه، بس عشان اقصر وقت الفيديو يعني انا هوقف لك الفيديو دلوقتي وانت هتقراهم وتحلهم، وانا هشغله تاني وهم محلولين جاهزين عشان بس نوفر من وقت الحل بشكل اسرع شويه. وادي يا سيدي الاجابات بتاعتك جايه بتاعت السؤال التاني. انت بعد ما تكون حلتها شوف بقى صح نفسك، ولو عندك اي مشكله ممكن تقول لي عليها برضه. طيب نرجع بقى، احنا كده رجعنا الوحده السابعه والثامنه فوكابري ككلمات بشكل الامتحان اللي هي الاسئله الاختياري واسئله اكمل الفقره. طيب تعالى بقى ننتقل على الجرامر. الجرامر برضه لانه ممكن يجي برضه في اسئله الاختياريه كمان او يجي على شكل اكمل الفقره برضه يعني. طيب ده هيكون على الجرامر بتوع الدرسين اللي هم الاولانيين، هو الماضي البسيط والرابط اللي هي بتاعت اند وبط. خلاص. طيب اول سؤال بيقول لي هنا اي نوت ات سكول لاست ويك، طبعا دي كلمه داله فطبعا ده ماضي بسيط فهاخد ووك. تاني جمله برضو انا ببص كده لقيت جمله ماضي بسيط اهو، فمن غير ما اقرا خدت ماضي بسيط. بص سهل الدنيا على نفسك. هنا لقيت كلمه didn't بيجي بعدها الفعل في المصدر حتى لو في كلمه بتدل على الماضي البسيط. فعل في المصدر يعني اصل الفعل بدون اضافات. بيقول لي زير نوت نو كار ان ذا باست، طبعا ان ذا باست يعني ماضي، يعني هي مش از وار، فالموضوع في وز وير، ودي كارز فتاخد وير طبعا جمع. هنا هاو ديد، بص ده ديد اهو صح؟ ديد يعني الجمله بيقول لي ان هي ماضي 100%. اي نوت نيرفس يبقى اي واز نيرفس، لان ديد بيجي بعد منها فعل في المصدر ودي صفه، فصفه تاخد وز وير طبعا. طيب سؤال رقم 6 عمر نوت سليب، فعل في المصدر وجاي كلمه لاست نايت يعني جمله في الماضي وجاي معاها فعل في المصدر، يبقى الحل الوحيد ان ناخد لها مي عشان تبقى مناسبه ديد طبعا. 7 ماي بيرنتس نوت مي بيوتيفول بريزنت لاست
بيرثداي عيد ميلادي اللي فات. في لاست جمله بتدل على الماضي، ده تصريف تاني لو انا بحفظ. طيب نقط يو ايت، قال له اي ايت، ففعل ايت حولته لفعل ايت، فده تبقى جمله ماضي بسيط يبقى عايز ديد. شي نقط كم فعل في المصدر معايا يسترداي يبقى ديدنت. بص انا بحل ازاي؟ زي بليد فعل فين؟ فعل في الماضي، يبقى هو عاوز كلمه بتدل على الماضي اكيد. اكيد مش ناو مش تومورو، هي الكلمه بتدل على الماضي يسترداي. طيب بيقول لك اي هاد سويمنج يسترداي، انا قمت امبارح. طيب ما دام قام امبارح يبقى بيقوم ولا عام؟ عام طبعا، يبقى سوام. وي نوت ديد اولد فودو زي وير، جمله بتدل على الماضي اهو، يبقى سو. نفس الفكره، ببص هنا لقيت انا بيقول لي ذيس مورنينج، كلمه ذيس ومع ذيس مورنينج دي كلمه بتدل على الماضي برضه، يبقى اخد الماضي البسيط. ايه الماضي البسيط هنا؟ سينج. اللي بعد وير ديد، في كلمه ديد يبقى عايز كلمه ترافل فعل في المصدر. هنا بيقول لك ديد يو جو، ادي ديد، فهنا قال له يس اي ايه، هتبقى يس اي ديد. اي سؤال بمعنى هل بنجاوب عليه بيس او نو، بدل اول كلمتين. طيب يلا نكمل. اي ونت، ونت ذهبت، من غير ما اكمل، ونت يعني ذهبت يبقى من غير ما اقرا انا هاخد سو. طيب هنا قال لي لاست نايت، من غير ما اقرا اخد بوت. لاست ويك اند ونت. الجمله اللي بعدها هنا بيقول لي هنا ايه؟ جراند با نو هات فيش ويتش جراند ميد، في كلمه ميد ده ماضي يبقى كوت. وي نو هات فن، وي وير، وير يبقى هذا على طول. لما بتسهل الدنيا على نفسك وبتبقى حافظ كلماتك الداله ومذاكر الفيديو الاولاني كويس جدا بتاع انك تبقى حافظ يعني ايه كلمات داله وايه الفرق بين didn't وwasn't واحط ماضي بسيط ازاي وحافظ تصريف تاني، الموضوع بيبقى سهل اهو. طيب ادي yesterday يبقى نشيل دول نخليها did. رقم اتنين هنا في كلمة last week، يعني الجملة بتدل على الماضي يبقى تخلي visit تبقى visited. yesterday بالجملة على الماضي يبقى play تبقى played. في كلمة did يبقى لازم الفعل يكون في المصدر يبقى arrive. didn't لازم يجي بعدها الفعل في المصدر يبقى go. yesterday بتدل على الماضي يبقى في الكلمة اسمها didn't. في كلمة did يبقى الإجابة لازم تكون no I didn't أو yes I did لو كانت بيس. قال له no I didn't travel to next week، لا اسمها last طبعا عشان في هنا didn't يعني ماضي يبقى عايزة last week. the village where، لا ده village يعني قرية، ده مفرد تبقى was. في كلمة did يبقى أنا عايز فعل في المصدر. الجملة في الماضي عشان مكتوبة I lived ما تبقاش am، تبقى I was، ماضي am was، ده فعل غير منتظم. we visited الجملة في الماضي البسيط يبقى we was، لا مش was تبقى اسمها we were. 13 في كلمة yesterday بتدل على الماضي وجاي بعدها فعل في المصدر يبقى عايز كلمة didn't. 14 في كلمة did يبقى هو عاوز كلمة where يرتدي، ده فعل في المصدر من ده تصريف تاني غير منتظم. الجملة اللي بعد منها بيقول لي هنا الجملة فيها ماضي اهو كلها ماضي بس جراند بدا مفرد فياخد was مش where. هنا في كلمة yesterday بتدل على الماضي فنشيل ليف ونحطها ليفت ليه؟ عشان ده تصريف تاني غير منتظم. 17 في كلمة لاست فرايداي كلمة بتدل على الماضي اشيل وين واحط ون ليه؟ تصريف تاني غير منتظم. 18 في كلمة yesterday فعل غير منتظم سي، لا ده اسمه سو عشان ده غير منتظم. 19 last week. يلا بقى ننتقل على الجزء بتاعنا التاني بقى اللي هو حل شكل الامتحان. ده يا سيدي شكل المصادرة الامتحان، يعني 3 اسئله اختيارات اهم، وادي فاينلز اجابه اهو اللي هو املأ الفراغات اللي هو 7 جمل اللي هو هنا 3 درجات و7 درجات، يعني ال 10 درجات بتوع الامتحان بتوعك ان شاء الله. طيب يلا نحل مع بعض بقى كده اول نموذج مع بعض. اول سؤال في الاختيارات بيقول لي ايرث از، الارض بتكون از ايه وير ويل. فاكر انا قلت لك ايه؟ دايما الخبطك بكلمه الارض، هتجيب كلمه بلانت اللي بحرف الاي. 2 ماي ليتل سيستر اختي الصغيره كانت ايه؟ وين شي ووز لما كانت في دينجرس، لما كان في تعبان خطير. اختك هتبقى ايه؟ طبعا طبيعي لما يكون في تعبان خطير يعني هتكون سكيرد يعني كانت خايفه. طيب 3 وي وينت تو، احنا ذهبنا لايه؟ تو بايس عشان نشتري العيش. هنشتري العيش منين؟ اكيد هنشتري العيش من المخبز يبقى بيكري. دول ال3 اسئله الاختياري. طيب يلا نحل السؤال اللي بعده بس لما نترجم الكلمات اللي من فوق الاول. يعني ايه كلمه بليد؟ بليد يعني لعبه. فاليج يعني قريه. يعني ايه تشايلد يعني طفل. تراكس اللي هي الشاحنات. بلانت يعني يزرع. نايس يعني جميل. تري يعني شجره. طبعا محبب جدا واهم حاجه انك تترجم الكلمات دي الاول. طب لو في كلمه مش عارف ترجمها مش مهم، ترجم اكتر الكلمات تقدر تترجمها. وانت بتحل الفقره لو لقيت واحده صعبه عليك او انت بتلخبط فيها سيبها، يعني لو مثلا النقطه دي مثلا صعبه، النقطه دي صعبه، النقطه دي صعبه، تجنبها وكمل اللي بعدها عشان الكلمات اللي فوق تقل. ودايما وانت بتحل الكلمات اللي من فوق بقى رصاص كده حاول يعني تظلل عليها عشان ما تتلخبطش. يعني تعالى ابدا معاك كده اهو. اول جمله بيقول لي ماي فازر، بابايا
ماي فازر هاوس بيت بابايا ووز از ان ا فاليج ان اسوان، بتكون في قريه في اسوان. ذا ايه اللي بيكون هنا؟ ذا فاليج. يعني ايه فاليج؟ يعني القريه اهو. رقم واحد فاليج اهو، انا اديتها رقم واحد اهو وعملت تحتها خط عشان عارف ان كده كده الكلمه دي كده خلاص انا مش استخدمتها خلاص. was quiet كانت هاديه in the past في الماضي. now دلوقتي بقى there was a lot of cars في عربيات كتير جدا and tracks وشاحنات، يبقى دي كمان كلمه شاحنات خرجت برضو من حساباتي. my father بابايا and his friend بابايا واصحابه بيعملوا في كرة القدم اكيد بلايد بيلعبوا، يبقى ده رقم ثلاثة برضو بلايد كده خلاص خرجت من حساباتي. طيب بيلعبوا كورة اون ستريت في الشارع. ناو دلوقتي there isn't enough space مفيش مكان فاضي. when my father was لما بابايا كان بقى، لما بابايا كان ايه؟ كان child، لما بابايا كان طفل عمل ايه؟ he helped his friend كان بيساعد اصحابه تو ايه؟ شجره صغيره تو طبعا ان هم يزرعوها، يبقى رقم خمسه تو بلانت اهو. يبقى انا كده خدت خمسه تو بلانت a small tree عشان يزرعوا شجر صغير on the side of street على جانب الشارع. ناو دلوقتي the node is very big هو ايه اللي دلوقتي بقى اصبح كبير؟ الشجر طبعا، يبقى the big is the tree is very big الشجر بقى كبير جدا and has beautiful green leaves وكمان في ورق شجر جيد يعني. it's very ده اصبح it's very بقى هيكون it's very nice اللي اصلا اللي بقى it's very nice. بعد اذنك خلي بالك وانت بتحل الاسئله دي كويس جدا لان الغلطه في السؤال ده هتكلفك من درجتين لثلاثه او اكتر كمان، لان انت ممكن تبدل كلمه بكلمه. فلو سمحت الكلمه اللي مش عارفها سيبها مؤقتا وخش على اللي بعدها. طيب انا هوقف الفيديو بقى وهكتب لك اجابات النماذج ورا بعضها ويا ريت تحل انت، ولو في اي حاجه مش عارفها ارجع للاجابات هتلاقيها موجوده هنا ان شاء الله. ده كده اجابه النموذج اللي هو الثاني اللي هو نموذج بي، وده تكمله اجابات نموذج بي. هوقف تاني واحل لك نموذج سي ودي مع بعض دلوقتي، يا ريت يلا تحلهم تاني وارجع راجع معايا مره كمان. وادي يا سيدي اجابات نموذج سي ودي، يا رب تكون حلتهم وبتراجع معايا عليهم. يلا بقى اخر نموذجين على الوحده السابعه والثامنه نموذج اي واف، يلا برضه حلهم. وقف الفيديو وانا هجيب لك اجاباتهم تاني. يا سيدي بالنسبه لك نموذج اي واف اجاباتهم كامله اهو، وبكده نكون خلصنا مراجعه على الوحده السابعه والثامنه. للاسف مش هنقدر نراجع الوحده التاسعه بالطريقه دي لان هو في الكتاب حاطط ان الوحده التاسعه مع العشره واحنا ما خدناش العشره اصلا، فاحنا هننتقل للجزء الثالث بقى هو جزء التقييمات. لو انت بتبدا معانا من هنا فاحنا هنا كده في الجزء الرابع من الفيديو بتاعنا بتاع المراجعه اللي فيه هنحل فيه ان شاء الله التقييمات بتاعتنا من الاسبوع الاول للاسبوع السابع، اللي هو من الوحده الاولى للوحده التاسعه ان شاء الله، اللي هو الثلاث وحدات بتوعنا بتوع المراجعه. طيب اول سؤال عندنا هيكون عباره عن read and complete the اقرا الفقره وكملها. طبعا زي ما احنا متعودين نحب نترجم الكلمات اللي من فوق الاول. كلمه ووتر يعني ميه، سيمبل يعني ببساطه، نيبرز يعني الجيران، انيمالز يعني حيوانات، فيلدز يعني الحقول. القطعة بتقول فاليج القرية is a place بيكون مكان هادئ where people الناس live together بتعيش مع بعض هناك. people live in a village الناس بتعيش في القرية live ايه بقى؟ live simply بيعيشوا ببساطة. زي نقط the land هم نقط الأرض بيعملوا الأرض water بيسقوا الأرض بتاعتهم and race وبيربوا مين؟ بيربوا animals بيربوا الحيوانات. every morning كل صباح القرويون villagers wake up بيستيقظوا early مبكرا to take care of لكي يرعوا their عشان يرعوا their ايه بقى؟ their fields يرعوا الحقول بتاعتهم and animals ويرعوا الحيوانات كمان بتاعتهم. they also know all هم عارفين all their ان كل their neighbors ان كل جيرانهم هي دي اللي باقي اصلا and often help each other بيساعدوا بعضهم لبعض. ننزل على القطعة اللي بعد منها water يعني مية أو يسقي، sunny يعني مشمس، باس يعني ممر، وريلاكسد يعني مسترخي، سيتي يعني مدينة. ونبدأ هنا بيقول لي هنا كده أحمد and عمر walked beside a beautiful river يعني أحمد وعمر بيتمشوا بجانب النهر and watched the clear وبيشوفوا clear إيه بقى؟ clear نوعين بيشوفوا الكلير ووتر آسف كلير ووتر بيشوفوا المياه النقية يعني. طيب اللي بعده بقى بيقول لي هنا ذا ويزر الطقس كان was warm كان دافئ and ايه؟ and sunny ويكون مشمس كمان. زي سو هم شافوا tall trees شافوا الأشجار الطويلة and green plants
والنباتات الطويله. ذا نقط ذا ايه بقى احمد سميل ذا باس احمد سميلد كولرفول فلاور اند فيلد، وخلاه شعر ان هو ايه بقى؟ شعر ان هو ريلاكسد، شعر ان هو مسترخي. طيب it was a beautiful، وكانت لحظه جميله جدا. from بيزي، من بيزي ايه؟ من بيزي سيتي، من المدينه الزحمه. طبعا دول 5 بس في الامتحان هيبقوا 7. اخر قطعه عندنا في الاختبار هنا نايل يعني نهر النيل، سيل يبحر، بالم اللي هي الاشجار الطويله، ريفر بانك نهر النيل، هوت اللي هو حار. يوسف was excited، يوسف كان متحمس جدا to go on the trip، عشان يروح رحله to the ايه؟ to the نايل، يروح رحله لنهر النيل. ذا نايل ريفر. هي هيلبت ذا ايه؟ هي هيلبت ذا جراند فازر، هو ساعد جده ان هو ظبط ان هو يبحر بالايه؟ بالقارب. along way. هي سو طول ايه؟ كان اسمها نقط تري، اسمها نقط، فاكر لما بقول لك دي مهمه اهي جايه في التقييمات اهي. طول بالم تري. خلاص؟ طيب اند تشيلدرن، الاطفال بلاينج اون ذا ايه؟ والاطفال بتلعب اون ذا ايه؟ اون ذا ريفر بانك، على ضفه النهر. وبيقول لك هنا ذا ويزر، الطقس كان حر جدا، سو لذلك يوسف وور هوز ايه؟ وكان واخد القبعه بتاعته، هات اللي هي بمعنى القبعه، اسف انا كنت فاكرها هوت بالاو، لا هنا هات اللي هي بمعنى قبعه. طيب ده كده التقييم الاولاني اللي هو بتاع الاسبوع الاول. طبعا التقييم بتاع الاسبوع الثاني هو عباره عن ايميل، فاكيد مش هناخده، مش هنحل فيه حاجه اصلا. طيب التقييم بتاع الاسبوع الثالث كان بيعتمد على الجرامر. طيب يلا نحل بينا مع بعض الجرامر. وادي يا سيدي اجابات الجرامر بتاعتك. انت لو يعني حاولت توقف الفيديو وتحلها وترجع تراجعها مره تانيه، انا جبت لك مره مش محلوله ومره محلوله. طيب الاسبوع الرابع برضو مش هيكون في عندي مشكله ان هو بيتكلم على الايميل، خلاص. والاسبوع الخامس برضو بيتكلم ان هو يكتب باراجراف. طيب دي بقى مراجعه الشهر ودي اخر حاجه عندنا، يلا نحلها مع بعض. وادي اجابات الاسبوع السادس، اسف اتلخبطت قلت عليه مراجعه الشهر، ده الاسبوع السادس. ودي تكمله اجابات الاسبوع السادس. ادي بقى مراجعه الشهر اللي هو الاسبوع السابع والاخير، برضه بص عليها عشان احلها لك. ادي الصفحه دي اهي اجاباتها، وادي الصفحه دي من غير اجابات عشان انت اللي تحل الاجابات. وده كده يا سيدي تكمله الاجابات بتاعت مراجعه الشهر. طيب كده فاضلنا اخر جزء عندنا وهو الجزء بتاع استبا هيد. ده اخر جزء عندك يا سيدي وهو الجزء بتاع استبا هيد، برضه عامل مراجعه بتاعت حضرتك اهوت، صفحه رقم 2 و3. طبعا اكيد مش هيجيب الاستماع ده عشان ما تتلخبطش، دي مراجعه بس هو مش هيجيب اسئله الاستماع. وادي اسئله الاختياري، وادي اكمل الفقره. مش هيجيب طبعا قطع كبيره بس انت ممكن تحل عليها، خلاص. ممكن نبص على البنكتويشن برضه، هنا برضو الليسن ده مش هيجي، ده المراجعه على الوحده الثانيه بالكامل اهو. طبعا ده اكسرسايز بالنسبه لك، انا بس بوريك شكله، تقدر تحل كل الاكسرسايز ده كده براحتك عادي جدا اهو. دي الوحده الثانيه ودي الوحده الثالثه. طيب ايه بقى ده؟ ده نموذج اجابه بكل المنهج بتاعك كله. طيب انا كده كده كل الملفات دي هبعتها على الجروبات بتاعتنا او هحطها في لينك تحت الفيديو عشان يبقى الحاجات دي كلها معاك لو حابب تذاكر فيها. اتمنى ان ان شاء الله يعني تكون مراجعه مجزيه ليك جدا يعني، وان انت ان شاء الله تستفاد بيها، وباذن الله يطلع امتحان سهل. بس ربنا يسهل كده وتشد حيلك كده وتذاكر وتحل الحاجات دي. اشوفكم على خير ان شاء الله.